تقف سلمى أمام مبنى الشركة المهيب، ووجهها مرسوم عليه التردد، استرجاع لكلمات مديرها القاسية: سلمى، عملكم ليس كما كان نرى، يجب أن نرى تحسناً. يتنهد الصعداء من شفتيها، وثقل التوقع يثقل كاهلها. تشجع نفسها، محاولة جمع الشجاعة لمواجهة يوم صعب آخر. بتنفس مصمم تتقدم سلمى عابرة العتبة إلى الداخل. تنغلق الأبواب الزجاجية خلفها، مختومة مصيرها داخل جدران الشركة. في الضوء الخافت تجلس فاطمة على حافة السرير، وهي شخصية وحيدة وسط الفوضى الصامتة لمنزلها. تنساب الدموع على وجهها، مما يعكس ثقل الأعباء غير المعلنة والصراعات الصامتة. المنزل الفوضوي يقف كشاهد صارخ على جهودها وتضحياتها غير المرئية. كلمات زوجها القاسية تتردد في ذهنها: أنت لا تفعلين شيئاً في المنزل سوى الأكل والشرب والنوم. بمسح دموعها تشتعل فيها شرارة تحد، رفضاً لأن يتم تحديدها بكلماته. تصعد فاطمة بتصميم جديد، وتستعد لمواجهة واقعها وشق طريق جديد. تسيطر سلمى وفاطمة على المسرح، وتتردد أصواتهما بقوة وشغف في القاعة. أعلنت سلمى: قررت أن أثبت للجميع أن عملي ليس جيداً فحسب، بل ممتاز. تضيف فاطمة: وقررت أن أثبت لنفسي أنني أستطيع فعل كل شيء، وأن أكون أماً رائعة. الجمهور النسائي يشاهد باهتمام شديد، ووجوههن مضاءة بالإعجاب والطموح المشترك.